كتير مننا بيشوف عربيات عاديه في الشارع بتجري وادائها على الرايق ولا كانها عربيه سباق، وتيجي تسال ليه يقول لك اصل العربيه دي متونه او رافعه السجاد. فتعالى بالبرد كده اقول لك يعني ايه متونه او رافعه السجاد دون الخوض في تفاصيل ميكانيكيه معقده. بدايه كده خلينا متفقين ان اداء العربيه بيتحسن كل ما خليط البنزين والهواء زادوا جوه الموتور. ولنفترض مثلا انك معاك عربيه 100 حصان وعاوز تعلي ادائها، فبتعمل ايه؟ رقم واحد بتروح لفلتر الهواء الستوك بتغيره بفلتر رياضي، وتاني حاجه بتروح عاملها بتروح لاغي علبه البيئه ومركب حاجه اسمها داون بايب وسيريب بايب عشان العربيه تتنفس براحتها، وتروح رايح لكمبيوتر الموتور بتاع العربيه عامل له سوفت وير جديد او اعاده برمجه تعرفوا بيها على التعديلات اللي انت عملتها اللي تدوره بيروح يقود الموتور اتنفس براحتك يا باشا احنا ظبطنا لك الدنيا. الاستراتيجيه دي او المرحله دي بتعلي العربيه مثلا قيمه 20 30 حصان، فانت برضه مش راضي عن ال 20 30 حصان اللي زادوا وعاوز تعلي كمان اداء العربيه، فبعد كده بتروح ناطط على استراتيجيه ثانيه او مرحله ثانيه اللي فيها ممكن تعمل ايه؟ تروح رايح مثلا مغير ترمبه البنزين بترمبه هاي بريشر، وتروح مغير المباين بتاعت العربيه بمباين رياضيه، وتغير الرشاشات بتاعت العربيه برشاشات رياضيه، وتروح برضه رايح لكمبيوتر الموتور منزل له سوفت وير جديد بالتعديلات الجديده اللي انت ضفتها، وبعد كده تروح رايح لكمبيوتر الفتيس تعرفه انك عملت تعديلات على الموتور عشان ياخد حسابه برضه ويقدم معاك. بس كده؟ لا مش بس كده، انت كده عليت قوه العربيه والباور بتاع العربيه بس ما عليتش قوه الكبح او الفرامل بتاعت العربيه، فانت بالتالي هتحتاج تعدل فرامل العربيه بفرامل رياضيه. بس كده برضه لا، ما العربيه بعد ما ادائها عالي هتبتدي تمرجح معاك، فهتبتدي برضه تعدل في عفشه العربيه بعفشه رياضيه. الكلام ده كله طبعا بفكه طرش. والعربيه رفعت معاك يا باشا قيمه 100 حصان كمان، بعد ما كانت 100 حصان بقت 200 ولا 220 حصان. انت راجل برضه معاك فكه محيراك ومش عارف تعمل بيها ايه والاداء مش عاجبك وعاوز تعلى تاني، فبتخش بقى في مرحله ثالثه خالص اللي هي ايه بقى يا باشا؟ انك بتفك الاجزاء الداخليه في الموتور نفسه اللي هي البستم والبيلات والكرنك شيفت وتغيرهم بحاجات رياضيه عشان تستحمل بقى الباور العالي اللي انت داخل عليه، وتروح رازعها تيربو كبير او تركب لها توين تيربو. وكل ما تعلى بالاستراتيجيات كل ما تاخد اداء اكتر وكل ما تدفع اكتر وكل ما عمر الافتراضي للموتور هيبقى اقل، بس الانبساط بيحتاج فلوس كتير.